ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الآية قاعدة حتمية. قاعدة حتمية. ما معنى حتمية؟ يعني أنها تستجيب لفاعلها ولشرطها 100%. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، شرط وجواب الشرط. من؟ وجواب الشرط يفيد اللزوم والحتم، وفيه وعد من الله عز وجل الصادق الوعد. إن الله لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد. أعطي يعطيك سبحانه وتعالى، يعطيك الآن ويعطيك في الآخرة، وللآخرة خير لك من الأولى. يعني ما ينبغي فعلا أن يتعلق قلب الإنسان وهو يعطي بما سيكسبه الآن، هذا جائز، ولكن ينبغي أن يكون تعلقك بما تكسبه الآن تبعا لتعلقك بما تكسبه غدا. أنت ينبغي أن تعتقد أولا أن العطاء الأكمل والأرجى والأدوم إنما هو عطاء الآخرة. هذا الذي يجب أن يتعلق به قلب العبد. فإذا تعلق قلبك بهذا فلا مانع ولا حرج في أن يتعلق قلبك بعطاء الدنيا أيضا إن كنت تطلبه من الله بالإنفاق. قد كان الصحابة يسألون الله عز وجل سعة الرزق، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ذلك في أدعية كثيرة، وكان يستعيذ بالله من الفقر ومن الكفر، وأعوذ بك من الفقر ومن الكفر. وكان الصحابة يسألون الله كل شيء حتى ملح العجين كما ثبت في الحديث الصحيح. فلا عيب في أن يطلب المؤمن الدنيا، ونعم المال الصالح للعبد الصالح، ولكن لا ينبغي أن تطلب الدنيا قبل الآخرة. اطلب الآخرة أولا، اطلب خلاق الآخرة أي نصيب الآخرة. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب. الخلاق هو النصيب والحظ، ما عنده والو في الآخرة، ويطلب للدنيا ويطلب مال الدنيا. ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شيء عجيب أن ينتبه المؤمن وأن يشعر دائما بأن كمال الفوز وتمام الفوز وأعظم الفوز في أن ينجو من عذاب جهنم. فإذا نجا فبعد ذلك يطمع في أن تكون له منازل في الجنة، لأنك إذا نجوت من عذاب الله ومن جهنم فمعناه أنك تدخل الجنة إن شاء الله، لأنه لا منزلة بين المنزلتين في عقيدة أهل السنة والجماعة، فإما نار وإما جنة، نعوذ بالله من النار. فإذا نجوت من النار فاطمع أن تكون لك في الجنة منازل، ولا تكون المنازل إلا برحمة الله أولا، ثم بما تنفق في الدنيا من أعمال الخير والصلاح والفلاح. أن تكون لك سجية الإنفاق، خلة الإنفاق، صفة. هذه الصفة قد نجدها في الإنسان الفقير، يده مبسوطة، ينفق هذا القليل الذي أعطاه الله عز وجل، كريم، يرحب بأسرته، بالفقراء، بالمساكين، يرحب بأعمال الخير، يريد أن يشارك فيها بماله القليل، فإذا لم يجد فبساعده، فبأي شيء يجده، بكلمة طيبة يشارك في أعمال الخير ويشارك في أعمال البر، ويدعم مشاريع الصلاح والتقوى والفلاح والإصلاح بين الناس وفي البلاد وبين العباد. هذا إنسان له سجية، يعني طبيعة. شنو الطبيعة؟ الإنفاق، وذلك منزلة الإنفاق، وهي منزلة إيمانية كما أسلفت. فأحيانا قد يكون الغني غنيا ولكنه لا يكون من المنفقين، وإن أعطى أكثر بكثير مما يعطي الفقير. أحيانا قد تحصل أن يقع أن غني من الأغنياء أعطى مالا كثيرا، ولكن هذا المال الكثير لا يكون قد انبنى على صدق كثير، فلا يكون من المنفقين رغم أنه أعطى، لأنه إنما أعطى ليقال قد قيل، وذلك جزاؤه. حينما يقال إن فلان قد أعطى وكذا وكذا وكذا، هذا نال جزاؤه في الدنيا. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع الله به يوم القيامة. من سمع أي أنه فعل الفعل من أجل أن يسمع، حل دا يربط، أعطيت وأعطيت، هو عنده الوسائل كيف يصنع ذلك، إما أن يعطي في مشهد عظيم لتتناقل الناس أخبار عطائه، وإما لا يعدم وسيلة على كل حال من أجل إشهار عطائه والمن بما تصدق به وبما أنفق. فإذا كان يقصد، إن المسائل مقاصد، المقاصد أرواح الأعمال كما قال العلماء، فإذا كان يقصد التسميع فقط فمعنى ذلك أنه قد حبط عمله،
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه مصيبة. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن. المن أن تعطي وترجو أن يكون لفعلك هذا امتنان، أن يزيدك قيمة وعظمة في المجتمع. الأذى قد يقع بالمعنى المادي وقد يقع بالمعنى النفسي، وهذا قد يغيب على كثير من الناس، فيكون هذا الأذى مبطلا للعمل. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمن الأذى مثلا حتى ننتبه إليه أنك تستخدم من أعطيته وتشغله بشكل غير مباشر، لأنه أنت أعطيته الزكاة ديالك مثلا أو صدقة من صدقات التطوع، كتشغلوا والله يرضي عليك دير لي هذه وجيب لي هذه وحط هذه، هو كيخدم نشطان فعلا لأنه غادي ياخذ، ولكن ذلك يبطل العمل إذا لم يكن بينكما سابق علاقة ومودة. بمعنى أنه إذا ما كانش بيناتكم هذا التعامل من قبل، يعني هو كيخدمك وانت كتخدمه، إذا كان فلا حرج، لأن الطبيعة ديالكم والعلاقة ديالكم هي أنه كيعاونك وكتعاونه. فإذا أعطيته فلا يكون هذا العطاء بمثابة أجر لما صنع ولما عمل، ولكن إذا كانت خدمته لك مرتبطة بعطائك له وعطائك إياه، إذا كانت هذه مرتبطة بتلك فسيكون ذلك العطاء إنما هو أجر لما قام به من خدمة وعمل، لأنها منا. وإذا ذكرت ذلك بين الناس وفضحته، وكثير من الناس لا يحب أن يعرف أنه قد أعطي وفضحته، فقد مننت عليه وقد آذيته بالمن والأذى. هذا إيذاء وهو مبطل للعمل ومحبط له. فالإنفاق إذن صفة إيمانية تعبدية، هذه نتيجة الأمر تعبدية. وما العبادة؟ إخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أن توحده سبحانه وتعالى بعبادتك، أنك لا ترجو بعطائك وبفعلك أحدا سواه، إنما ترجوه هو وحده، ترجو وجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا. الآيات. ولقاهم نضرة وسرورا في الدنيا وفي الآخرة. والمؤمن الذي يخلص العمل لله عز وجل ينير رب العزة وجهه نضرة وسرورا، ينير وجهه وينضره من النضارة، وهي الطراوة، طراوة الإيمان وليست طراوة الشباب. فقد تجد الشيخ الهرم أو الكهل المكتهل ووجهه ينبض بالإيمان. هذه النضارة العجيبة التي هي آثار رضا الرحمن عليك يا عبد الله. إنما يقع ذلك بإخلاصك في عطائك لله. إننا نخاف من ربنا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا نفي الشريك في العطاء وهو الإخلاص. لا تريد أن تسمع ولا أن يسمع صدى أعمالك الاجتماعية والدعوية والخيرية، لا تريد هذا. وإن وقع بغير إرادتك فإنما أراد الله لك به خير، أما أن تسعى إليه وتقصده فذلك هو التسميع. من سمع الله به يوم القيامة، أي أنه يأخذه على رؤوس الأشهاد ويفضحه. نعوذ بالله من فضيحة يوم القيامة، يفضحه على ملأ الناس كل الناس في حشرهم. فلان الذي فعل وفعل ما فعل في الدنيا إنما فعل ليقال كذا وكذا وكذا، ويفضحه يسمع به. من سمع الله به يوم القيامة. فصفة الإنفاق هذه التي هي منزلة إيمانية يشترط فيها لتكون من المنازل الإيمانية ولتحقق بها هذه المرتبة أن تكون استجابة لليوم الآخر من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ويشترط فيها أن تكون بها، أي بتلك الصدقة وبتلك الزكاة وبذلك العمل وبذلك الإنفاق، أن تكون بذلك كله معظما الله عز وجل، تعظيم الله. ولذلك قلت جاءت آية الكرسي بعد،
وإنما آية الكرسي آية التعظيم وآية التجريد والتفريد، تجريد الرحمن من كل صفات النقص وتفريده بكل معاني التوحيد سبحانه وتعالى.